السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بصحة وخير يا رب، كل عام وانتم بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض كده كوبايتين شاي كده، نفطر بفطار خفيف كده. قلت اعمل انا وزوجي النهارده شاي، مفيش قهوة النهارده فقلنا نعمل شاي. عاملين ايه يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. بشكر حبايبي اللي اشتركوا في القناة جديد ودعموني، ربنا يبارك في اعماركم يا رب وتفرحوا بحبايبكم يا حبيبي. متشكرين يا حبايبي، متشكرة جدا جدا. يا ريت تفرحوني يا حبايبي وتحطوا اللايك وتسمعوا الفيديو للاخر وتشاركوا الفيديو يا حبايبي. ربنا يسعدكم ويفرح قلوبكم يا رب، وتجعل ايام خير سعيده عليكم يا رب، وفرج كرب اخواننا في كل مكان يا رب، اللهم امين. عملت سندوتشين جبنه كده خفيف كده مع كوبايه الشاي، بس ان ايه نصحصح كده ونفوق كده. اللهم صل على سيدنا النبي وعلى اله وصحبه اجمعين. وجيت بقى بعد ما فطرنا بقى، كنت جايبه باميه، فطبعا جبت الباميه قرمتها زي ما انتم شايفين. فطبعا انا مش محتاجاها دلوقتي، فمش هسيبها في التلاجة لما تبوظ، لا قلت هجيبها واقرمها. بصوا انا بوريها لكم ان انا جبتها بعد ما قرمتها، شرختها من النص كده. وهبدا ان انا ايه، اجيب حله فيها شويه ميه سخنه، احطها على النار تغلي. طبعا يا حبايبي وانتوا رايحين السوق تجيبوا طلبات، حاولي على قد ما تقدري، جبتي مثلا طبختك نص كيلو، كيلو زودي ايه، نص كيلو زودي كيلو مع الباميه اللي انت بتجيبيها، وروحي جايه مفرزاها وحطها في الفريزر. هتيجي تلاقي نفسك على اخر الموسم الباميه مثلا، هتلاقي نفسك عملتي ايه، خزنتي كام كيس كده، حطيتهم تحت ايدك ان شاء الله لرمضان، في اي وقت يبقى تحت ايديكي. جبت الباميه بعد لما الميه غليت، رحت مسقطاها فيها اهوت، بسقطها. بصوا ما شاء الله خضرة وجميلة ازاي، بصوا ما شاء الله تبارك الله. سقطتها فيها كده، وهبدأ ان انا ايه، اسيبها بس تغلي غلوة واحدة بس. بصوا بوريكم ما شاء الله لونها اخضر وجميل ازاي، اللهم بارك. التفريز ده سهل يا جماعة، سهل جدا يعني. بصي يا دوب تخليها تغلي غلوة واحدة فقط لا غير. انا هوريها لكم دلوقتي. بصوا بعمل اقلب فيها علشان اللي فوق ينزل تحت واللي تحت يطلع فوق. اللهم صل على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. اهي غليت معانا اهوت، هبدا ان انا اقلبها بس في بعضيها كده. وطبعا حطيت مصفى في الحوض، وهبدا ان انا انزل بالباميه في الحوض، بس اشغل عليها الميه، لو في ميه ساقعه يبقى افضل، مفيش افتحي الحنفيه لغايه لما الباميه تبرد معاكي خالص. بسم الله الرحمن الرحيم. دايما كده اي حاجه سخنه نكبها في الحوض نسمي الله، بسم الله الرحمن الرحيم، وتكوني مشغله الميه زي ما انا عامله كده، وتذكري اسم الله. هتفضلي بصي مشغله الميه عليها لغايه لما تبرد. اهم حاجه تطلعي السخونيه منها. اللهم صل على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. عاملين ايه يا حبايبي؟ استعدوا يا حبايبي يلا ان شاء الله، عشان اللي عندها قضاء تقضي، واللي عندها صيام ونفسها ربنا يتقبل منها كده صالح الاعمال الجميله دي في الايام الحلوه دي. ربنا يعيننا جميعا يا رب على صيام وعلى ذكر وعلى حسن عبادته يا رب، اللهم امين. بصي يا حبايبي عماله ابرد فيها اهوت، بحيث ان انا ايه، اطلع السخونيه اللي فيها خالص، اوقف عمليه الاستوى عشان ما تتهريش مني. لا هي غلوه واحده بتفضل ما شاء الله تبارك الله زي ما انتم شايفينها كده. بصوا عماله ابردها بالميه لغايه لما تبرد خالص. اللهم صل على النبي. فحاولي حبايبي كده في الفترة دي تنزلي، كل ما تنزلي السوق هاتي مثلا أكلة ملوخية، هاتي مثلا أكلة بامية، وحيث ان انت ايه تروحي جاية مفرزاهم معاه مع الأكل اللي انت بتعمليه، هتلاقي بيتك مليان خير ومش هتحسي بحاجة. جيت هنا كان عندي كام كوباية كده في الحوض وحاجات بسيطة كده، قلت اصبنهم بالمرة، عشان زي ما احنا عارفين ما بنحبش نسيب حاجة في الحوض بتاعنا، أول بأول كده ننظف مكاننا، ما نسيبش حاجة خالص في الحوض عشان تفضلي رايقة ومطبخك نظيف ما شاء الله تبارك الله. اللهم صل على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. عاملين ايه يا حبايبي؟ طمنونا عليكم كده، اكتبوا لي كومنت كده يشجعني كده، اشوف المحتوى بيعجبكم ولا لا. يا ريت يا حبايبي.
غسلت المواعين زي ما انتوا شايفين كده، الكوبايات شطفتهم اهوت. ودي مخرطه كنت عامله برضو ملوخيه، خرطتها خرطتها اسمها خرطتها. وجيت رحت جايه بقى ايه مفرزاها برضو، فقلت بقى ايه اغسلها هي كمان عشان انشفها وعينها. وجيت شطفت الكوبايات. طبعا الميه والرغاوي دي صراحه بتحمسنا كلنا ان احنا ايه نقوم نشوف ورانا ايه. غسلتهم اهو يا حبايبي وحطيتهم في الصفايه يتصفوا. ونضفت الرخامه اهوت وما شاء الله، وغسلت الحوض ونضفته اهوت. ادخل بقى على البوتاجاز. طبعا انا كنت سلقه لحمه، فلما الحله فارت فكبت على البوتاجاز. فطبعا انا مش هعمل عليها اكل تاني واسيب البوتاجاز بالمنظر ده، لا هجيب بقى اللوفه وشويه صابون مواعين، وابدا ان انا بقى ايه اصبن البوتاجاز علشان يبقى يلمع كده زي ما احنا متعودين على نظافه البوتاجاز يوميا. البوتاجاز يتغسل. اللهم صل على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. تشجعوا يا حبايبي، تشجعوا واطلبوا كده ربنا يبارك في اولادكم، واللي نفسه في حاجه ربنا يديها له ويعطي له اكتر ما يتمنى يا رب كده. واللي نفسه في ذريه صالحه ربنا يديها له يا رب، ويراضي كل مشتاق يا رب، اللهم امين. وينجح اولادنا ويهديهم ويعيننا على تربيتهم ويصلح حالنا ويحسن ختامنا، امين يا رب العالمين. بصوا ديت العين اللي كان مكوب عليها الشوربه، غسلتها برضو نضفتها. طبعا العيون التانية نظيفة فما بستدعاش ان انا اشيلها، لكن لو مكبوب عليها حاجة زي كده لازم اغسلها. ايوه حبايبي، جيت هنا بقى على البوتاجاز، غسلت الازاز وغسلت اللهم صل على سيدنا النبي، ليفت الفرن كله كده والمفاتيح وكله. طبعا يا حبايبي انا جيت هنا لما غسلت المفاتيح وغسلت البوتاجاز بالمنظر ده، شلت الفيشه بتاعه الاشعال. شلت الفيشه بتاعه الاشعال علشان خاطر لا قدر الله ما يحصلش كهرباء او اي حاجه. وما بشغلهاش خالص لغايه لما البوتاجاز ينشف، يكون مثلا اي ميه فيه نشفت من عليه. لكن لو انا عايزه اشغله مثلا عايزه استخدمه بشغله بالولاعه عادي، علشان محدش يشغله فيبدأ الإشعال يبوظ منه. لا أنا بسيبه لغاية لما ينشف، فلما بينشف بقى بروح جاية حاطة الفيشة عادي ويبدأ يشتغل عادي. تمام يا حبايبي، ربنا يا رب يصلح ما بين ايديكم جميعا يا رب، ويجعل بيوتكم دايما عامرة بذكر الله وبالخير يا رب وبالبركة يا رب، اللهم آمين يا حبايبي. جيت بقى هنا الحوامل، بديت ان انا ايه بديت ان انا هنا بقى رحت جايه قلت اعمل ايه بقى. الحوامل غسلتها وصبنتها زي ما احنا شايفين كده اول باول. بديت ان انا ايه اشطفها معانا. حبايبي احنا كلنا شطار وكلنا بس بنبقى عايزين دفعة حماس كده بس، او دفعة نشاط كده تقومنا كده وتصحصحنا من الكسل والحر دوت. فطبعا يعني بنعين بعض على كده. مثلا الرغاوي دي بتديكي حماس كده، طب ما انا ما اقوم اتشجع كده. اول ما بتقومي والله سبحان الله ما تعرفيش الصحة بتيجي منين وبيبقى نفسك مفتوح. لكن طول ما انتي قاعدة ومأنتخة كده ومش لا مش قادرة اقوم مش عارف ايه، مش هتقومي. فحاولي على قد ما تقدري كده، انفضي نفسك نفضة كده، صلي لك ركعتين، ما كنتيش صليت الفرض قومي صلي الفرض بتاعك. حاولي ان على قد ما تقدري استغفري وسبحي كده، هتلاقي نفسك جواكي طاقة. اشربي حاجة كده تفك عنك كده وتريحك كده، هتلاقي نفسك جواكي دافع بيدفعك ان انت تقومي تشوفي بيتك وتنظفيه وتفضل ايدك فيه على طول. هتلاقي دايما ما شاء الله، حتى اليوم لا قدر الله بعد الشر لما تكوني تعبانة هتيجي تلاقي نفسك اليوم اللي انت ما عملتيش حاجة في البيت خالص هتلاقي البيت نظيف، مش هيستدعي ان انت اصلا تقومي ولا تتضايقي ولا تتعصبي خالص. ليه؟ علشان ايدك في البيت، فاليوم ده مش هيفرق معاكي. لكن مش يبقى على طول باستمرار قاعدين وسايبين بيتنا كده، لا. اصل محدش هيجي يعمل لنا حاجة، لو احنا ما عملناش لنفسنا مش حد هيعمل لنا حاجة.
فطبعا انت اللي ما عملتيش النهارده هتعمليه بكره، ما عملتوش بكره انت برضو اللي هتعملي. فربنا يعيننا ويقوينا يا رب، ربنا يعيننا ويقوينا يا رب جميعا، ويعدنا الصحه والعافيه يا رب، وما يحوجناش لحد، اللهم امين. بصوا المنظر، بصوا المنظر، والله المنظر ده بيغسل الواحد. بصوا ده بقى الفوطه اللي كنت انا غاسله بيها ونشفت بيها البوتاجاز وكده. جبت شويه كلور صغيرين وشويه مسحوق، وحطيتهم كده في البانيو دوت ونقعتها فيه. وخلصت طبعا الحوض والبوتاجاز والرخامه وكله، جيت بقى على الارضيه، قلت برضو ايه اشطبها معاكم كده، بحيث ان احنا ايه نتحمس برضو ونقوم. شويه الميه دي هتديكي طراوه كده، وهتخليكي تصحصحي كده وتفوقي كده. ربنا يا رب يعيننا ويقوينا جميعا يا حبايبي يا رب. بصوا بوريكم بقى ان انا خلصت اهو. طبعا ده الفوطه اللي انا قلت نقعتها في الكلور والمسحوق. وبصوا ما شاء الله تبارك الله. ربنا يا رب يجعل ايامنا جميله وهنيه وسعيده علينا، ويفرج كرب اخواننا يا رب العالمين، وينصرهم نصرا عزيزا يا رب. بصوا البوتاجاز ما شاء الله تبارك الله بيبرق ازاي يا حبايبي. يا ريت يا حبايبي ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس. يا ريت يا حبايبي كده تدوني لايك كده لو عجبكم الفيديو. كان طبعا انا حاطه دورة غسيل وانا شغالة، طلعتها اهوت وهطلع انشرها، بس قلت اوريكم المطبخ بعد ما خلصت خالص. يا رب يعجبكم يا حبايبي يا رب. بصوا ما شاء الله تبارك الله. بصوا الارضية نظيفة وجميلة ازاي. حلوة قوي البلاعة اللي بتبقى في المطبخ دي، والله يا بنات جميلة جميلة صراحة. بصوا اللهم بارك كله تمام. ده كمان لسه هنعمل تنظيفات العيد مع بعضينا، يعني ده كله شوف المطبخ عامل ازاي ما شاء الله. ولسه هنعمل كمان تنظيفات عيد ان شاء الله قريب باذن الله. يا رب الفيديو يعجبكم حبايبي، وما تنسوش الاشتراك في القناه، والسلام عليكم ورحمه الله.